اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبسعادة وهنا يا رب. وربنا يحقق لكم كل ما تتمنوه يا رب. وكل حد نفسه في حاجة ربنا يحققها له، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا بقى نعمل كبدة بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها يجنن. اول حاجه انا ما بغسلش الكبده خالص يا جماعه. الكبده لما بتتغسل بتزفر مهما حطيت لها، بتزفر ليمون بقى خل اي حاجه بتبقى زفره زي ما هي. انا ما بغسلش الكبده، انا بجيب الكبده بصفيها على مصفى وبعصر لها ليمون بقى واسيبها كده صفي كل اي دم فيها تصفيه. وبعد كده بنقلها في بوله وببدا بقى اتبل الكبده. بتبلها برضو بليمون وتوم وكمون وفلفل اسود وكزبره ناشفه وكمان شويه ملح. خلاص. بس رشه ملح بسيطه خالص خالص لا تذكر يعني. خلاص. بعد كده بقى جبت الصينيه بتاعتي وحطيتها على النار وحطيت فيها زيت. وعندي بقى توم حلو كده، شويه توم حلوين كده. الكبده بتحب التوم قوي. خلاص. طبعا سبت بقى الصينيه تسخن كويس جدا، وبعد ما التوم كده طلع ريحته بنزل بالكبده وما بقلبهاش خالص. يعني انا بفردها كده قدامكم زي ما انتم شايفين. وبعد كده اول ما بتغير لونها ببدا ان انا اقلبها. ما نفضلش نقلب في الكبده كتير يا جماعه عشان ما تنزلش ميتها. انا هوريكم الكبده ما نزلتش ميتها خالص. انا بفصل الفيديو وبعد كده بقلب وبعدين ارجع اشغل الفيديو تاني. خلاص. نزلت بقى كده برشة فلفل اسود برضو. احنا متبلين الكبدة وكل حاجة، بس برضو نتبلها كده برضو وهي في الصينية عشان تدينا طعم حلو. بديها برضو تقليبة كده. بعد كده بقى بنزل بشوية كمون وشوية كزبرة ناشفة كده. وبديها تقليبة برضو. بصوا ما نزلتش ميه خالص. بصوا هنا بوريكم بقى مفيش نقطة ميه خالص في الكبدة. طالما ماشيين على الطريقة الصح عمرها ما هتنزل مية خالص. بنزل بقى برشة ملح كده. تحفة يا جماعة، تحفة. جربوا الطريقة دي مش هتندموا أبدا. بصوا ولا أجدعها مطعم بتاع كبدة. خلاص. بعد كده بقى بنزل بقى بالفلفل الأخضر. قطعوه بقى مكعبات، قطعوه شرايح زي ما انتوا عايزينه. أنا مقطعاه المرة دي شرايح كده. على فكرة دي الكمية دي نص كيلو كبدة بس. بصوا اللهم بارك الكمية عاملة ازاي، ولا بصل بقى ولا طماطم ولا اي حاجة. الكبدة الاسكندراني بتتعمل بالطريقة دي، الثوم والفلفل الاخضر فقط لا غير. حطيت بقى كمان رشة بهارات كده، لحمة بسيطة خالص مش بنكتر يعني، بتدي طعم حلو قوي برضو، بتفرق في طعم الكبدة. بعد بقى ما قلبتها كده سبتها بقى. بصوا الكبده بقى خلاص كانت قربت كده تستوي. وبصوا لحد دلوقتي خالص ما نزلتش ولا نقطه ميه. بصوا تحفه ما شاء الله. والريحه بقى مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. يا رب دامها علينا نعمه واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص بقى كده. بصوا بقى الحلاوة. عملت بقى السندوتشات كده والبطاطس والمخلل وكمان الكاكولا. وكان الاكل بسم الله ما شاء الله حلو قوي. اهم حاجة بقى ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت كمان ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم ليا في الكومنتات.